بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اصحابي واخواتي ومتابعيني، ربنا يا رب يخليكم ليا ويديكم الصحه وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل صينيه جلاش جميله جدا. تقدري تقولي فطيره شرقيه، تقدري تقولي صينيه جلاش، تقدري تقولي بيتزا. تحفه. يلا يلا انا شوقتكم اهو، خليكم معايا اوعوا تمشوا. يلا نعمل العصاك واحده واحده كده مع بعض. يلا نعمل احلى عصاك. حطيت حته سمنه، بلاش زيت يا بنات، يا اما حته زبده اللي عندك حطي. ده بصل وثوم وكده، ضربته في الكبه كده، ولا عاوزاها كده قوي ولا صغيره قوي. تمام كده. تمام. نعمل النهارده صينيه جلاش بجد مش هتقدري تحدديها من جمالها. هنعمل ايه كمان يا سحر؟ هقول لك اصبري عليا، مستعجله ليه؟ حطيت شويه فلفل كده البصل معايا، وهحط كمان شويه بهارات لحم، بهارات فراخ اللي عندك حطيه، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. وهحط كمان ملح. تمشي الاكل عندنا النهارده خفيف وجميل وسهل. اوعي تنسيني في لايك، ولا تنسيني في اشتراك، ولا تنسي تكتبيلي كومنت حلو زيك يا سلام. حبايبي حبايبي ظهر السنة طويل، متحرمش منكم يا رب ولا من دعمكم ليا. حبايبي كده البصل قدمناه، ونحط كمان اللحمة. نعملها على الصوب النهارده بطريقة حلوة جدا. هنحط الإضافات حلوة أوي، وهنزود القيمة الغذائية كمان بتاعته، وهنخلي الفطيرة بتاعتنا كلها حشو. ازاي صح؟ ربع كيلو اللحمة بتاعك ده هعمل لك حشو تحفة، بس خليكي معايا. شوية الحلو، انا ما حطيتلهاش اي بهارات كده، استكفيت بالبهارات اللي انا حطيتها في البصل. انت عايزه تحطي براحتك، بس انا ما حطيتش ان انا عاوزه احس بطعم اللحمه، مش عاملاها توابل وخلاص. تمام كده حلو قوي. هحط عليها باقي جزر، واحط عليها كوسه بشرتهم بالوضع ده، هحطها بس بعد ما اللحمه استوت، لان كل ما هتبقى الكوسه والجزر هنطلع. ايه رأيك بقى؟ العصار بقى ايه ما شاء الله عليه. تقدري تملي الصينية بتاعتك ومش هيبان ان انت حاطه كوسه ولا حاطه جزر ولا اي حاجه، ولا حتى هيبان حتى شكل، كأنك بتاكلوا كل حاجه. وزودنا القيمه الغذائيه زي ما انا قلت لكم. تمام كده. يا بنات كده العصار بتاعنا حلو قوي. هنطلع عليه، وهحط الطبق عشان كده الصينيه كبيره قوي زي ما انتوا عارفين، الترابيزه بتاعتي صغيره كده. انا هحط عليه. يلا نشوف هنعمل ايه تاني. اهو يا بنات انا قطعت الجلاش كده، انا عامله ما شاء الله لفتين عشان انا عامله صاج كبير. تمام كده يا بنات. هاخده كله كده وافرفطه كده. تمام كده يا بنات. تمام. هتعملي ايه تاني يا سحر؟ هقول لك هعمل ايه تاني. كده حلو قوي. مش عارفه الكاميرا بتاعتي النهارده مالها. اهي يا بنات فرفطيه كده كله من بعضه كده. وهحط كمان عليه شويه سمنه.
عشان يطلع كده مورق مني كده وشكله حلو كده وطعمه جميل. هتقلبي بايديكي، هتقلب معلقه، انا مش هلبس جلافز، ده اكلي وانا واثقه في النظافه. انتي بقى عاوزه تلبسي جلافز براحتك. تمام كده، تمام. كله هسقيه كده كله بالسمنه عشان يطلع كده مورق كده وطعمه حلو، وتحسي كده اهوت متغلفه كل حاجه. نعملها بقى الخلطه بتاعتها، وانا بعملها كده هقول المقادير. كده بيضتين، عشان انا البيض بتاعي صغير هحط عليه شويه فلفل اسود، مش هحط ملح لان انا هحط لها زيتون عشان خاطر ما تبقاش معانا ملح. تمام كده يا حبايبي، كده حطينا البيض، كده عملنا البيض. هحط السمنه نص كوبايه، هخلي منها شويه، وهحط كوبايه زبادي. الزبادي بيورقه بيخليه طعمه جميل جدا. اقلبهم كده كلهم مع بعض. وهحط الحليب بتاعنا، دي كوبايه ونص، كوبايه كبيره يا بنات، لان انا زي ما انا قلت لكم انا هعمل صاج كبير. عاوزه تحطي ملح حطي، انا زي ما انا قلت لك عشان انا هحط زيتون. خلاص كده انا جبت الصاج اهو، وحطيت فيه حته سمنه ووزعتها كلها عليه كده، وهجيب شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما فرفتها كلها يا بنات، ما خليش حاجه ماسكه في اختها. ونفرفتها كلها حلو كده. ادعولي يا بنات امشي من العمارة الدوشة دي، ادعولي بامانة بجد، كلها بجد دوشة بجد. انا تعبت من صوت العيال. ادعولي في الايام المفترقة دي. وادي جبت كده العصاج اللي احنا عملناه، بص ما شاء الله. بس ما نحطش على الطروف عشان الحشو بتاعنا ما يتحرقش ولا يطلعش واحنا بنحطه في البوتاجاز. نوزعه كده بطريقه كده حلوه كده، كده باين كده يا بنات اهو. انا هجيبه لكم كده عشان يبان كويس. وزعناه كده حلو قوي كده اهو. جميل جدا وريحته تحفه بجد يا بنات، ريحته حلوه جدا. وهنجيب الخلطه اللي احنا عملناها يا بنات وقلبناها اهي، وهنسقيها. نسقيها حلو قوي قوي، هتاكلي فطيره بجد حلوه جدا جدا جدا. اهي يا حبايبي. هنجيب بقى النص الباقي برضو ونوزعه كده على كل العصاب بتاعنا. انا مش عاوزاه يبين، وانا اوزع براحتي اهو يا بنات. لسه حلوه قوي قوي، تبقى جميله تحفه بجد، حلوه قوي. جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم في فطارنا النهارده. حاجه بسيطه بس بصراحه بيبقى طعمها تحفه. ويا بنات انا نسيت احط معلقه صغيره بيكنج باودر
في قلب العجن اللي احنا عملناها دي يا بنات انا حطيت دلوقتي معلقه. دي لازم دي يا بنات مهمه قوي على الاساس بيتورق. ونبتدي ناخد كل ده كده بعد ما دوسنا عليه اهي يا بنات، نحط عليه كله. شربيه كله كده. هنجيب الهراسه كده او بايديكي عشان كلها تبقى متساويه وفي نفس الوقت كله يتشرب متساويه كده وشكلها حلو. اهي يا حبايبي وانا كده مشغله الفرن. عاوزه تحطي عليها مكرونه اسفه جبنه موزاريلا حطي عليها، عاوزه تحطي زيتون حطي كده حلوه قوي. هحطها في الفرن ويا دوبك تشمع واحط من فوقيها الجبنه الموزاريلا. تمام كده يا بنات. نعمل كمان بانيه مشوي. انا جبت هنا هو ده عصير ايه انا مش عارفه مالي النهارده تقريبا كده الصيام عامل له جامد. ده ميه بصل. تمام كده يا بنات. هحط كمان معلقه كبيره بهارات، معلقه برضو صغيره كله يا بنات صغير مش كبير فلفل اسود، بصل بودر، ملح، معلقه سكر برضو صغيره يا بنات، دبس رمان، لا ده صويا صوص، دبس رمان. يلا انزلي. دبس رمان وهقلب كل ده مع بعض. مش هنعمله النهارده مقلي ابدا، هنعمله مشوي بيبقى طعمه جميل وبيبقى حلو جدا. هحط فيه كده اهو. ده كيلو يا بنات وهسيبه لمدة 4 ساعات 5 ساعات، ولو هتعمليه كمان من بالليل يبقى جميل جدا. بس اهم حاجة تقلبي وتحسي ان هو كله اتبل بالخلطة دي، بيبقى جميل جدا جدا تحفة بجد. اهو يا بنات هنحط فوقيه كده شوية زعتر، هتحطيه جوه الخلطة مفيش اي مشكلة، بس انا بحبه بصراحة كده يا بنات. واحط شوية بابريكا برضو كده من فوق وهسيبه كده بقى مع نفسه لغاية ان شاء الله 3-4 ساعات كده، وانا رايحة احمر هاجيلكم تاني ان شاء الله. يا بنات انا لقيت عندي حتة جبنة قلت اعملها سمبوسة. حطيت حتة جبنة وحتة زيتون بالمرة كده لو قعدت هتبوظ. اهي يا بنات باخد واحدة تاني. انا صدقوني انا مش عاوزة الفيديو يطول عليكم، انا بعمل على قد ما اقدر. حتة جبنة، حتة زيتونة، تمام كده يا بنات. وهحمرها في الزيت واوريها لكم برضو على السفرة. اهي يا بنات تمام. اهو يا بنات انا حطيت كده شوية زيت وسبتها تسخن قوي عشان ابتدي احط البانيه. ماشي، بسم الله الرحمن
لازم تبقى سخنه يا بنات. سامعين؟ استنى شويه واروح حاطه التاني عشان البانيه بتاعنا ما ينزلش ميه. وادي التاني برضه هستنى شويه واحط التاني عشان انا مش عايزه البانيه ينزل ميه. وادي التاني يبقى طعمه حلو قوي كمان عشان ما نهربش الزيت دلوقتي بقى غالي وده كمان صحي. ده طعمه جميل جدا يا بنات. جربوه كده لو انتوا لسه معايا. عايزاكم تحطوا لي لايك وتعملوا اشتراك وتدوسوا على زر الجرس عشان اعمل اي حاجه توصلك. واشكركم قوي واشكر كل جديد دخلنا واقول له شرفتوني ونورتوني ومتشكره قوي. انا مش هقلب دلوقتي البانيه يا بنات الا لما احس ان هو حمر. تمام. اهو يا بنات انا نقلتها لجوه عشان عاوزه تبقى اللي كده صغيره. عاوزه اطلعها بدون قلب كتير يا بنات. شفتوا كله جدا. هبتدي احط تاني برضه كده. طيب يا بنات انا هبتدي بقى كده اطلعها. بصوا يا بنات بصوا كمان. بصوا يا بنات جميل جدا. اهو يا بنات مشوي. بصوا يا بنات شكله تحفه. يكون في عونكم يا جيران من الريحه اللي انا شميتها. مش قادره اقول لك الريحه الطعم وشد. يا سلام بجد حاجه خرافه. انا هطلعهم كلهم وارص الرصه الثانيه عشان خاطر كده بقى الفيديو ما يطولش عليكم. انا هطلع واوريكم في الاخر. ايه رايكم يا بنات؟ شكلها حلو جدا. ايه رايكم؟ هنقطعها بقى مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي بقى ايه نقدم. صراحه جميله جدا. عاوزاكم تقولوا لي ايه رايكم. انا اقطعها واحطها في الطبق واجي لكم تاني. ايه رايكم بقى كده يا بنات؟ سفرتنا صغيره بس حلوه جدا تفتح النفس بجد. ريحتها حلوه قوي وشكلها اجمل. ايه رايكم كمان في بالبانيه؟ بانيه حلو جدا وفعلا ريحته ريحه المشوي. وايه رايكم كمان في الجلاش؟ بصي جميل جدا تحفه وطري جدا. بصوا يا بنات طري مش ناشف. حلو قوي. اسيبكم في رعايه الله واقول لكم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.